عليكم يا الحي. تعالي اللي تخاف من الكهرباء، بخوفك زود اليوم، بخليك لما شفت فيش ولا سلك تقول ها. تعرفون ذي سبق وان تكلمنا عنها. هذه هذا يسمونه كبستر، في ناس تسميه بوبينه، شحنة كهربائية. هذا أي شيء في كمبرسر لازم يتعلق بذا، مكيف، ثلاجة، برادة، لأن هذه شحنة كهربائية. وسبق وأن تكلمت عن اختار هالقطعة ذي وبكم تباع. في شيء يباع ب25، في شيء يباع ب35 ل 40 ريال، في ناس يبيعونه على 180 150. سبق وأن تكلمت عن أضراره واختاره، تعالوا نوضح لكم. هذه طبعا البعض يعرف ان هذه القطعة تخزن كهرب من العداد الرئيسي علشان تعطي الكمبرسر إشارة ويشتغل. طبعا يختلف انهن، في شيء يجي 3 أسنان، في شيء يجي سنين. خطورته يا جماعة إذا جاك الفني قال لك إن ذي خربانة جدعته وركب جديدة، هنا في شحنة كهربائية لازم تفرغ. وشلون تفرغ؟ هذا المفك أهم شيء يكون في عازل، اللي هو هذا عازل، ما يكون حديد بحديد. ألمسهن ويجدح، تطلع شرارة ما تشوفه، يا الله بظلمة. إذا سويت الطريقة هذه اجدع وخلى الصغارين يلعبون به. أما أنه يروح الفني سلمك الله وهو جادعه ولا فرغته، ويجي أحد الصغارين لا قدر الله، ولا أنت الكبير تحط بثمك، اكتب على عمرك السلام، لأن مخزن تنكر. وبهذه المناسبة بشرح لكم شرح نظري. جبت لمبة فرامل، طبعا ما تشبك على 220، لازم تحوله 12 فولت عشان تشتغل. حولته والحين بوريكم وشلون افك الفيش، ووريكم وشلون يتفرغ الكهرباء اللي موجود بالمحول. تعالوا شوفوا ان الدعوة خطر يا جماعة. اللي شواحن ولا شيء يحطونه عند الصغارين انتبهوا، الله يستر علينا وعليكم. وهذه لمبة الفرامل، وهذا سلاكه. طبعا الاسلاك ذولي ما تشبكن على 220 ولا على 110 على طول على الكهرباء البيت، لا، لأن يا تحترق ذي يا يضرب العداد عندك ويقطع فيوز. جبنا له سلك وحولناه. هذا الشاحن شفتوه، شوفوا الشاحن هنا، حولناه 12 فولت عشان تشتغل. شرحنا يا جماعة الآن شبكناه ولا لا؟ ما اشتغلت. ليش؟ لأني جارح بشرح. اشتغلت ولا لا؟ طفت، اشتغلت، طفت. طيب نجي الآن فصلناه، في شحنة كهربائية هنا. شوفوا شلون تفرغ، شوفوا اللمبة شلون تشتغل يا جماعة، شفتوا؟ خلاص تفرغت الشحنة الآن. ألمسوه مع بعض ما يشتغل، لكن أعيد ثانية. بالشرح السابق قلت لكم تلامس ذولي مع بعض علشان تفرغ الشحنة، يجدح يطلع شرار لكن ما تشوفه، يا الله ظلمة وعلى حاله. هذه أوضح، شفتوا الآن شابكة، شوفوا فصلته، فاصل ما في كهرب، مخر عن التوصيلي، لكن في شحنة كهربائية. شوفوا شلون تفرغ. الآن تفرغت. شكرا لكم، الله يستر علينا وعليكم. انتبهوا من الكهرب، ترى خطر يا جماعة، خطر ما يعرف صغير كبير، مرة رجل. سلام عليكم.